السلام عليكم، حلقه جديده. مرحبا بكم في قناه مطبخ ام عدنان. حلقه اليوم غادي ندير لكم فيه واحد الكيك بطبقه ديال الكريمه، كيجي لذيذ بزاف بلا كريم شونتي وبلا كريمه سائله وبلا حتى الزبده، كيجي غزال. هاد الكريمه كتجي كريميه فالشكل، غادي يبين لكم المذاق ديالو كيفاش داير، راه كيجي غزال صراحه. هنا كنوريكم البرجر اللي حضرت معكم في الحلقه السابقه، اللي مازال ما شافوش كنصحكم انكم تشوفوه لانه فعلا كيستحق المشاهده وراه كيجي غزال وطريقه ناجحه 100%. فنرجعوا للوصفه ديالنا. بسم الله. غادي نحتاجوا بيضه ونص كاس ديال السكر، انا ما كانش متوفر عندي السكر الابيض استعملت هذا السكر البني، ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب وكاس ديال الدقيق. القياسات كنعطيكم كاس ديال العنبه وغادي تلقاو في صندوق الوصف القياس بالغرام وحتى بكاس ديال العنبه. غادي نحتاجوا كيس ديال الفاني وكيس من خميره الحلويات اللي كيعادل 8 غرام. غادي نحتاجوا 2 معالق كبار من فتائل الشوكولاته اللي هو الفيرميسيل. في واحد الاناء غادي نضيفو داك البيضه اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، غادي نضيفو الفاني والسكر. غادي نطربوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيضاعف ليا داك الحجم ديال البيضه وكيتغير ليا اللون كيف ما غادي نشوفوا معايا دابا في الفيديو. تقدروا تستعملوا حتى الخلاط الكهربائي، كديروا فيه هاد المكونات وكتخليوهم يطربوا مزيان. هنا من بعد ما تضاعف ليا الحجم ديال ديك البيضه غادي نضيف الزيت والحليب صافي، وغادي نرجع نطرب المكونات مع بعضياتهم. وإلا استعملتوا الخلاط الكهربائي غادي توقفوه وتضيفوا الحليب والزيت وترجعوا وتخدموا الخلاط، غير ما تبالغوش في التطراب ولا التخلاط بزاف باش ما ينزلش لكم القوام ديال البيض. هنا غادي نضيف داك الكاس ديال الدقيق وضروري انكم كتغربلوه، وبالنسبه للدقيق يكون خاص بالحلويات. صافي هنايا من بعد ما غادي نغربل الدقيق غادي نغربل حتى ديك الخميره صافي، وغادي نرجع نطرب المكونات مع بعضياتهم. غادي نحاول ندخل داك الدقيق والخميره مزيان في الخليط كيف كتشوفوا معايا، لكن الا استعملتوا الخلاط الكهربائي من الافضل كتضيفوا هذا الخليط في شي اناء وعاد كتبداو تضيفوا الدقيق والخميره وكتطربوا غير بيديكم، لان الا درتوا الدقيق في الخلاط الكهربائي غادي يوحل لكم لتحت وغادي يعذبكم. يعني من الافضل تبعوا المراحل اللي قلت لكم. هنا داك الفيرميسيل اولا فتائل الشكلاط غادي نضيف عليهم شويه ديال الدقيق، غادي نخلطهم معاهم مزيان وغادي نغربلهم، ومن بعد غادي نضيفهم على هذا الخليط. ما تضيفوهمش مباشره لان الكيك ملي كيكون كيطيب يقدروا ينزلوا لكم لتحت اولا يطلعوا لكم الفوق. من الافضل لبسوهم بالدقيق مزيان هكا باش كيبقاو موزعين في الكيك كامل كيف ما كيكونوا في الخليط صافي. وكنخلط داك الفيرميسيل مع الخليط. من بعد هنايا غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه الكيك. حاولت انني ندهنه بالزبده من الاسفل وحتى من الجوانب مزيان هكا باش كتضمنوا ان الكيك ما يلصقش لكم نهائيا. الا بغيتوا تستعملوا ورق الطبخ استعملوا، انا ما كانش متوفر عندي فدهنت غير بالزبده. القياس ديال هاد المول 20 سنتيم. غادي نحاول نوزع داك الخليط فيه مزيان لان كيف كتشوفوا معايا راه ثقيل شويه، يعني كتحاولوا انكم توزعوه وتقادوه باش ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه ملي كيطيب صافي. غادي ندخلوا الفرن اللي يكون مسخن قبل على 170 درجه، فما كياخدش الوقت بزاف في الطياب، من 15 حتى ل 20 دقيقه. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه. عندي 4 الكيسان ديال الحليب القياس بكاس العنبه، عندي 2 معالق كبار ديال السكر. كيف قلت لكم الا كان عندكم السكر ابيض استعملوا، انا ما توفرش عندي. 3 المعالق كبار يعني مبتدئين من الكريم باتيسير، الا ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا النشا. ومعلقه كبيره ونص من الكاكاو اللي ضروري تكون نوعيته جيده. عندي فلان ديال الشكلاط من الحجم الكبير، الا كانوا صغار غادي نستعملوا 2. هنا غناخذوا واحد الكاسرون من الافضل ما تكونش كتلصق، غادي نضيفوا عليها الحليب ومن بعد غادي نضيفوا السكر. يعني غادي نضيفوا داك المكونات كاملين اللي ذكرت معكم. هنا الكريم باتيسير كيف قلت لكم الا ما كانش عندكم تقدروا تعوضوه بالنشا. وهنا غادي نضيف الكاكاو، فالا ما استعملتوش النوعيه ديال الكاكاو اللي زوينه فما تنتظروش مذاق زوين في هذه الكريمه، لان حتى الكاكاو الدور ديالو مهم في هذه الكريمه. انا النوعيه اللي استعملت ديال اقبال، المذاق ديالو زوين وحلو ما مجهدش بزاف صافي. هنايا غادي نضيف داك الكيس ديال الفلو، غادي نخلط المكونات كاملين على البارد ومن بعد مباشره غادي نحطهم فوق النار اللي تكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا الكريمه. فالنصيحه اللي غادي نعطيكم ما تغفلوش على هذه الكريمه، كتبقاو كتحركوا حتى كتعقد، لان الا غفلتوا عليها غادي يلصقوا لكم دوك النواشف لتحت وغادي تقدر تحرق لكم. يعني من الافضل كتبقاو كتحركوا حتى كتعقد الكريمه بهذا الشكل هذا. هنا صافي غادي نحيدها من فوق النار. كيف كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها جانبا تبرد غير واحد شويه. غادي نخليها غير في المطبخ، ما غاديش ندخلها للثلاجه.
تقريبا 15 دقيقه. الا بغيتو ديروها في الثلاجه ديروها، غير ما تخليوهاش تبرد بزاف. صافي هنايا غادي نديرها في واحد الاناء صافي، وغادي نطربها بالطراب الكهربائي. هاد المرحله هذه كتخلي القوام ديال الكريمه كيجي كريمي، يعني ما كتجيش مجلده اولا واقفه بحال الفلون. راه فهمتوني الفكره اللي بغيت نوصل لكم. كيجي القوام ديال هاد الكريمه كريمي ملي كنطربوها. صافي غادي نبقى كنخفق في هاد الكريمه تقريبا 5 ديال الدقائق. شوفوا معايا القوام كيفاش كيرجع خفيف. هنا من بعد ما طاب ليا الكيك غادي تلاحظوا داك التكميشه للوسط، لانني زيرت على الكيك هكا باش منين ندير الكريمه ما تنزلش ليا من الجوانب. هاد المرحله هذه راه ما درتهاش والكيك سخون، خليته حتى برد مزيان وعاد زيرت عليه. وبالنسبه للكيك ما غاديش نحتاجو نسقيوه، اللي بغى يسقيه انا ما سقيتوش، راه كيجي غزال وكيجي رطب، يعني ما تحتاجوش تسقيو نهائيا. صافي هنايا غادي نضيف داك الكريمه وغادي نحاول انني نقادها بهاد الملعقه، فماشي مشكل واخا ما يجيكم الشكل ديالها مقاد لاننا مازال غادي نغطيوها. صافي دابا غادي نغطيو عليها وندخلوها للثلاجه من ساعتين حتى ل3 ديال السوايع، يعني حتى كتشد فراسها وكتبرد مزيان. وهنا من بعد ما جبتها من الثلاجه غادي نحيد لها داك البلاستيك وغادي نزينها بالكاكاو. فهاد المرحله ديال التزيين كتبقى اختياريه، تقدروا تزينوا بفتائل الشوكولاته اولا الفيرميسيل اللي درنا في الكيك، اولا تقدروا تزينوا بالكاناش ديال الشكلاط اللي كتضيفوا فوق الكريمه وكتخليوه حتى هو في الثلاجه حتى يشد راسو مزيان. صافي هنا من بعد غادي نجيب واحد السكين وغادي نحاول ندوزو من الجوانب كيف كتشوفوا معايا، باش منين نحل داك المول ما تخسرش ليا ديك الكريمه. اولا كتاخذوا شي منديل كديروه في الماء سخون وكتحاولوا انكم تمسحوا هاد الجوانب وعاد كتحلوا المول. غادي نحاول ندور عليها كامله ومن بعد غادي نحلو كيف كتشوفوا معايا. وهنايا غادي ندير شويه من الفيرميسيل غادي نزين به، فما تقدروا ما تضيفوا حتى شي حاجه، فكيف قلت لكم التزيين كيبقى حسب الرغبه. الاهم هو ان الكيك والكريمه يكونوا ناجحين 100% ويكون مذاق رائع. وكيف ما كتشوفوا معايا القوام ديال هاد الكيك وديال الكريمه راه غزالين بزاف. الا جربتوا هاد الوصفه وتبعتوا الطريقه حرفيا كيف ما قلت لكم اكيد غادي تجيكم غزاله وغادي تعجبكم بزاف وغتعجب حتى وليداتكم. هنا حاولت انني نوريها لكم بشكل طولي باش حتى الا درتوها في مول مربع وقطعتوها قطع غادي تجيكم الشكل ديالها بحال هكا اللي زوين بزاف وراقي. فوصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم. تلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع وصفه جديده في مطبخ ام عدنان.